كريم، مساء الفل. يا مساء الورد. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الزمالك، تيجي المره دي نتكلم عن الاهلي. يلا يا باشا. بقول لك، بتشوف ازاي مجلس اداره النادي الاهلي؟ بشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي من اذكى المجالس، وبالذات المجلس ده يعني مجلس كابتن محمود الخطيب من المجالس الذكيه جدا جدا اللي التاريخ هيقول انه عمل حاجات كتيره، اهمها موضوع الاستاد. التاريخ هيذكر ان في حاجات كتيره كبيره حصلت في عهد مجلس محمود الخطيب، وده ذكاء منه هو شخصيا، ذكاء من كابتن محمود نفسه يعني. انما مجلس عنده مميزات كتيره. فكره انه بيقفل على المشاكل دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا. في مشاكل، طبعا في مشاكل، انت مش في المدينه طبعا. المثاليه يعني، انت في اي نادي في مصر، اي مؤسسه في مصر فيها مشاكل، لكن الاهلي دايما بيقفل على مشاكله. قليل قوي لما مشاكل تطلع للاعلام او تطلع بره للناس والجمهور وبتاع، فدي من مميزات المجلس. وعندهم فكره التخصص دي موجوده. عندهم فكره التصريحات اللي عمال على بطال ما بتحصلش كتير. يمكن يكون في فترات كده يبقى فيها شويه نشاط في البيانات، لكن تصريحات كتير ما بتحصلش، وده مهم برضو زي ما قلت لك. من القوه ساعات انك تسكت. يمكن يكون من الحاجات السلبيه اللي انا بشوف انه المجلس لازم يعملها قناه النادي. قناه الاهلي زيها زي قناه الزمالك، انا بشوف ان الاتنين محتاجين شغل كتير قوي علشان يبقوا قناه نادي محترفه. فاوفرول هو مجلس مميزاته اكبر بكتير من عيوبه. خبراته الاداريه نافعاه جدا جدا جدا. والدليل الانعكاس اللي الناس بتشوفه على فرقه الكوره بالذات، فيها استقرار، فيها بطولات، فيها نجاحات، فيها صفقات تقيله، فيها حاجات كتيره جدا. مش سهل تحصل غير لو عندك مجلس مستقر. انا موافق. ايه رايك في سكواد الاهلي في الفتره دي بقى؟ سكواد قوي جدا. سكواد يعني نواقصه قليله. تعال نمسك سريعا كده السكواد. يعني انت عندك في حراسه المرمى اتنين كبار جدا. محمد الشناوي حارس كبير وخبره، وهو كان حارس الاول في مصر في السنين اللي فاتت. واللي جاي على طول في ظهره مصطفى شوبير. مصطفى امكانيات مهمه جدا. يمكن اتظلم شويه عشان هو ابن احمد شوبير، فالناس يعني اخدته بذنب ابوه. انما في الاخر حارس كويس جدا. وكمان تالتهم ورابعهم كويسين، حمزه علاء ومخلوف وبتاع. حراس كويسه جدا 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 يعني. في الدفاع عندهم في رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري. طبعا بعد رحيل عبد المنعم مفيش حد بكواليتي عبد المنعم في كل اللي احنا هنتكلم عليهم. والعش صفقة لسه ما نورتش قوي، انما في كل الاحوال في منطقة قلب الدفاع امان. مفيش مشكلة يعني، ما تقدرش تقول ان في مشكلة يعني. طبعا. في الباك اليمين عندك هاني وعندك عمر كمال عبد الواحد، الدنيا تمام. في الباك الشمال كان علي معلول، لكن دلوقتي ما بقاش فيه علي، ففي يحيى عطية الله اللي انا شايف ان هو مش بنفس تأثير علي معلول. لكن كريم الدبيس انا بشوف انه احسن من يحيى عطية الله. لو اخد وقته امم واخد فرصته واخد ثقة الناس، بشوف ان هو لعيب كويس قوي قوي قوي، وممكن مع الوقت يبقى هو الاساسي في الحتة دي. فعلا. في نص الملعب حدث ولا حرج، اسامي كتيره جدا ومهمه جدا. بدايه من مروان عطيه، احمد رضا، صفقه هايله هايله بمعنى الكلمه، لعيب كويس قوي وبروميسنج ومتاسس في الزمالك، فعنده الامكانيات والتاسيس مظبوط. عندك طبعا اكرم توفيق، يعني لو مشي او ما مشيش بس هو الموجود دلوقتي. عمر الساعي لعيب كويس قوي. يمكن كريم نيدفيد مفيش قبول ما بينه وما بين الجمهور، مع انه شخص محترم، انما هو لعيب يمكن الناس مش بتقبله قوي. اللي قدامهم امام عاشور، لعيب لا خلاف على امكانياته. مجدي قفشه، لا خلاف على امكانياته. وبعدين هتيجي بقى قدام في مركز المهاجم اتنين ما مفيش احسن من كده، وسام ابو علي وجراديشار. في الناحيه اليمين لو افترضنا انه حسين الشحات ومعاه طاهر، والناحيه الشمال هنقول ان فيها بن شرقي وتريزيجيه طبعا في الصيف. الناحيه الشمال مقفوله ضبه ومفتاح، محدش يفكر. الاتنين اجمد من بعض، واعتقد وبنسبه كبيره ان في حد منهم هيتوظف في مكان تاني. يعني بنسبه كبيره تريزيجيه ممكن يلعب 8 زي ما امم كيروش لعبه فتره، انما يلعبوا الاتنين صعب قوي تقعد حد فيهم احتياطي. حسين الشحات وطاهر
يعني لعيبه ما تقدرش تقول ان هم لعيبه ضايعه ولا هم عبقريه ولا هم لعيبه عبقريه يعني. لعيبه كويسه يدوا لك عمق في السكواد، لكن في احسن منهم بالنسبه للتشكيله. فالنواقص زي ما احنا بنحكي اهو مش كتير خالص، حاجات بسيطه جدا يعني. محتاج تدعيمات زياده، محتاج ابجريد، محتاج انك تعلي كواليتي اماكن زي ما قلنا كده. ممكن تجيب مساك سوبر احسن من الاربعه اللي عندك. يعني ممكن انت تجيب، قصدك ان انت شايف ان صفقات الشتاء في الاهلي قويه وناقصها حاجه؟ لا قويه جدا، لكن زي ما بقول لك الاهلي مش محتاج ضروره التعاقد مع حد، مفيش حاجه ضروريه، لكن في ابجريد يا فادي بتعمله. تمام. فاهم قصدي؟ فانت محتاج تابجريد مركز المساك، تجيب واحد تقيله جدا زي عبد المنعم، وجناح اليمين. دول اكتر مركزين انا بالنسبه لي محتاج انك تبص عليهم. أه هل الاحسن ان كولر يكمل ولا يمشي؟ بص، انا هقول كلام ممكن الناس تزعل مني فيه، بس الناس، ايه وجهه نظرك؟ جمهور الاهلي بيزعل قوي من المدرب ايا كان مين المدرب يعني لما بيتعادل او بيخسر، لانه في نوعيه من التصريحات بتطلع: احنا لا نقبل بشيء سوى الفوز، احنا دستورنا هو الفوز. لا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. مفيش فرقه في الدنيا ما بتخسرش. ريال مدريد بيخسر، برشلونه بيخسر، بايرن بيخسر، يوفنتوس واي سي ميلان وانتر ميلان وبي اس جي وارسنال وسيتي وليفربول كله بيخسر. هي الكوره كده، فوز وتعادل وخساره. ففكره انك ما تقبلش التعادل والخساره دي، فتبتدي تهاجم مجلس ادارتك شويه او تبتدي تهاجم المدرب شويه، انا بشوفها في بعض الاوقات ما بتبقاش منطقيه. انا مدرب جايب لك مثلا دوري وكاس وسوبر ودوري ابطال افريقيا وكل حاجه، وتعادلت مع المحله، ابقى وحش؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا والله خالص. ففكره ان كولر يتقال عليه ان هو مدرب خلاص ده شطب ده بطل ده ملوش فيها ده ضايع ده، لا مش كده. مش مقبوله. مش كده يعني، مش كده وبعدين كده، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. ممكن تلومه على رؤيته في مباراه معينه. انت في ماتش الزمالك عكيت في التشكيل، انت في ماتش الزمالك كنت خايف قوي من الزمالك مع ان المفروض هو اللي يبقى خايف منك. انت في ماتش اللي مش عارف بتروجيت عملت ايه، انت في ماتش ايه عملت إيه؟ ماشي، ده مقبول جدا. لكن ان هو ضايع ومالوش فيها ويمشي لا، مفيش الكلام ده يا جماعه، ما ينفعش. ما ينفعش انكر تماما اللي الراجل عمله في السنتين ثلاثه اللي فاتوا. فكولر مدرب كبير، طبعا مدرب كبير، مش عايزه كلام. التغيير مهم في اوقات، بيبقى مهم ساعات برضه. يعني انت دلوقتي لو غيرت، ما انت برضه خلينا نتكلم بصراحه، هتغير في وسط معمعه الدوري، وفي وسط معمعه دوري ابطال افريقيا، وفي وسط ما انت بتجهز نفسك لكاس العالم. ده مش توقيت مناسب خالص. هتعمل ايه؟ انت بتسابق في الدوري، قدامك بيراميدز ووراك الزمالك. دوري ابطال افريقيا ما هياش صعبه خالص، وفي سكتك اصعب فرق اصلا. في كاس العالم انديه انت اول مره تروح بالنسخه بالشكل ده، بالماتشات دي، بفرق جامده هتقابلها مش سهل خالص انك تغير النهارده. وبعدين هتغير، يا عم قررنا نغير، هنجيب مين؟ هتجيب واحد اجنبي جديد ولا هتجيب واحد قديم؟ لان اتقال لك فايلر مش هيجي. هو في حاجه اتغيرت في اللي مشاه؟ ما هي مراته مش مبسوطه طبعا. بالحياه في مصر، ايه اللي اتغير؟ صح. لسه متجوز مراته ولسه مصر زي ما هي، هيجي يعمل ايه؟ طب كيروش ما انا مش شايفه ان هو مبسوط اصلا بالطريقه اللي مشي بيها واللي وما اعتقدش ان هو هيبقى حابب انه يرجع مصر تاني، الا لو يعني ما عندوش حاجه وظروفه تسمح وبتاع. مين تاني هتفكر؟ في مين تاني؟ هتجيب حد جديد لسه هيتعرف على احمد ومحمد وعمر يقعد له شهر يعرف اللعيبه على انت ما في موسم يدخل؟ استثنائي كمان للاهلي، فصعب مش بالنسبه سهله، له. مش سهله خالص يعني. فانا بشوف انه لا، مش دلوقتي. بالعكس، انا ممكن ابقى بيني وبين نفسي، بيني وبين مدربي: بص يا عم كولر، انت اخرك معايا كاس العالم دي، لو عملت شقلباظات هناك وتأهلت وكسبت مش عارف مين وعملت ايه، نتكلم ونجدد ممكن. لكن لو انت خسرت الثلاث ماتشات وخرجت والدنيا كانت صعبه وشلت سكور وعملت مش عارف ايه، لا يا باشا مع السلامه، خلاص يبقى انت كده خلصت. خدت بقى اللي خدته من البطولات السنه دي اللي هم اللي انت مشارك فيهم، زائد ان كاس العالم للانديه اللي هي اهم حاجه بالنسبه لك السنه دي، ما تبقاش رحتها وانت لسه بتجهز يعني. فانا بشوف صح. انه لا، ما يمشيش حالا الا لو حصل كوارث يعني في الفتره اللي جايه. انما
ممكن بعد كاس العالم للانديه على طول. طب النهارده لو بنتكلم عن التغيير، ايه الاحسن للاهلي؟ مدير فني اجنبي ولا مصري؟ بص السؤال انا بشوف ان هو يعني في كذا شق. ايه الفرق ما بين الاجنبي والمصري الاول قبل اي حاجه؟ انا بشوف انه الاول كده منتخب مصر واهلي وزمالك الاحسن لهم مدير فني اجنبي، طبعا كواليتي. احنا كده طبعا. كده المشترك ما بين المصري او الاجنبي انه يبقى كواليتي ويبقى مناسب لنوعيه اللعيبه اللي عندي. طب الاول يا فادي خليني اسالك سؤال، هل تعتقد انه هنا في مصر الناس الانديه لما بتيجي تتعاقد مع مدرب بتشوف المدرب ده طرق لعبه ايه واسلوبه الهجومي وطابعه الدفاعي وتاكتكس اللي بيفكر فيها، هل دي متمشيه مع اللعيبه اللي اصلا عندي اللي هم فلان وعلان وترتان واللي هم هبني عليهم الفرقه 7 8 سنين قدام فمش هيمشوا كده كده؟ هل في ميكس ما بينهم ولا انا هل ده بيحصل الاول؟ لا ما بيحصلش. انا كفادي اقول لك لا طبعا، ما عمري بيحصلش ما حد الكلام ده. فكر في ده. بيحصل ازاي؟ في مثلا زي اتحاد الكوره بيفكر لما يجي يتعاقد مع مدير فني يكلم حد يقول له والله يا باشا انا البادجت بتاعتي 120,000 دولار، مين متاح في المنطقة دي في البادجت ده وفي الوقت ده ما عندوش حاجة؟ فيقولوا له والله عندك مش عارف مين مستر مين ومستر مين ومستر مين، فطب ابعتوا لي السيفيهات بتاعت الثلاثة. فالسيفيهات تروح اتحاد الكورة يبص على ده يلاقيه درب مش عارف ايه وايه وايه وايه، وده درب ايه وايه بس، وده درب ايه وايه وايه بس فشل مش عارف فين، يبقى ده كويس، ده ابو 120 وعمل عنده سي في كويس قوي، هاتوه. لكن انت تعرف حاجة عنه؟ لا. اكيد لا. تعرف طرق لعبه اسلوبه شخصيته عصبيته، تعرف الحاجات دي؟ انسى. طب الاهلي والزمالك انا بقول لك برضو لا، بس ما بيعملوهاش بادجت، يعني بيعملوها انه بيشوفوا الوكلاء اللي هم بيشتغلوا معاهم اللي هم بيثقوا فيهم، فيبتدي يكلم مثلا اكس وواي وزد. اكس احنا بندور على مدير فني، بنفضل انه يبقى من المدرسه البرتغاليه او الالمانيه عشان دول اللي نجحوا معانا مثلا يعني. طيب تمام. واي عندك حاجه حد جامد يعني اليومين دول فري؟ ممكن عندي واحد سويسري جامد جدا كان بيدرب كذا وكذا وكذا وكذا. زد ايه عايزين نغير المدرب وعايزين مدرب يبقى برضه شخصيه وبتاع، فيبتدي يجي له 4 5 سيفيهات، فيشوف السي في ده الراجل ده هياخد كام وده هياخد كام وده هياخد كام، وبالتالي يميكس الحاجات كلها على بعض، سي في كويس مش وبادجت عارف ايه كويس. ببادجت كل حاجه على بعض. الزمالك نفس الكلام بيعمل كده. طب هو ده صح اصلا في الكوره؟ لا. المفروض لا. بره ما بيعملوش كده بقى، بره بيعمل ايه؟ انا المدرب اللي انا جايبه ده حاجه من الاتنين، يا اما هو ماشي مع هويه النادي وافكار الفريق وامكانيات اللعيبه اللي عندي، فبالتالي هو ده انسب واحد اجيبه دلوقتي بغض النظر بقى عن الفلوس وبتاع دي هنتفاوض فيها، او ان انا محتاج الراجل ده يبقى له رؤيه. يعني انا جايب جوارديولا مانشستر سيتي عشان هو يعمل لي هويه بتاعت الفتره دي، او يعمل لي مش هقول هويه، يبني لي فريق 10 سنين قدام. ده موافق. فكرتين تانيين خالص، دي حاجه طبعا. تانية ما بتحصلش في مصر. انت هنا القصه مش كده خالص. فخلينا نقول انه فكره اختيار اجنبي ولا مصري، اولا انا بشوف ان الانديه الثلاثه الاثنين الكبار في مصر اللي هم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الاحسن اجنبي. ليه؟ قبل ما ندخل في اي حاجه ليها علاقه بالشخص نفسه، بس الاحسن اجنبي ليه؟ لان المصري ده هو واعوانه على السوشيال ميديا، وهو واعوانه بينزلوا الشارع يشوفوا الناس في البنزينه والناس في المطعم والناس في البتاعه واللي فيسمعوا كلام، يا كابتن ما بتلاعبش فلان ليه يا كابتن؟ يا كابتن ده انت كنت وحش قوي في الماتش اللي فات يا كابتن، يا كابتن بنحبك بس زعلانين من، يبتدي يعني هو كمان الضغوطات ازيد يتاثر. عليهم. والله بيتاثروا. مم. واللي يقول لك غير كده يبقى كذاب، والله بيتاثروا. انا حد من مدرب حكالي انه كوبر انه الناس في البنزينه وهو بيحط بنزين كانوا بيتكلموا معاه لان هو مش سايق، هو قاعد ورا في سواق، فالناس بتيجي تقف عند الشباك عنده يقعدوا يتكلموا معاه في انت اخترت ليه وما اخترتش ليه. لو مدرب مصري هيتاثر. انت في كل حاجه كده صبح وليل، سوبر ماركت ومطعم ونادي مع عيالك وتمارين ومش عارف ايه، اي حاجه بتظهر فيها الناس هتتكلم معاك فيها. صح. الاجنبي مش كده. الاجنبي اصلا نص الكلام ما بيفهموش، ده لو هو يعني، لانه اصلا احنا مش شعب متحدث يعني لغات عظيم، فمش هيوصلوا له كل الحاجات زي ما هم عايزين.
مش هيعرف يقول له انت بتحب فلان وبتكره علان وبتفضل علان مع ان امكانياته مش هيقول الكلام ده. هيقول له وي لاف يو يا مستر مش عارف ايه وخلاص على كده. هيقول له كلمتين يا دوب على القد والابتسامه والصوره وباي وشكرا على باي. كده وتعالى نتصور بيكتشر وياخد صوره ويمشي. فمبدئيا لغه التواصل اضعف بكتير، فالاجنبي مش هيبقى متاثر بحاجات. تاني حاجه الاجانب اغلبهم مش على السوشيال ميديا، اغلبهم يعني المصريين كلهم تقريبا على السوشيال ميديا، فبيشوف بقى الناس شتماه ازاي، وبيخش على تويتر يشوف الناس بتقول عليه ايه، ولو مش هو عائلاتهم بيشوفوا الكلام ده، وعائلاتهم طبعا فبيقولوا له، حد بيبقى ابنه بيقول له، حد المساعد بتاعه، حد مراته، ايا كان، المهم انه بيوصل له، فبيتاثروا. طبعا بيتاثروا جدا. فالضغوط اقل على الاجنبي، التواصل مع الجمهور اقل مع الاجنبي، الالتفات اصلا للاعلام وبيتقال ايه عليا. الاجنبي ما بينزلش يتابع بالليل برامج بالليل بيقولوا عليا ايه، يقولوا وبالذات لو هو شخصيه يعني يقولوا انا مش فارق لي خالص انتوا بتقولوا ايه. لكن المصري بيتاثر فيبتدي يكلمك بعد الحلقه يا نجم قلت عليا كده ليه، ده احنا اصحاب، فاهم قصدي؟ فالحاجات دي كلها بتخلي مخه مش بتاع كوره بس، في 40 50% بتوع حاجات تانية، وده مش صح. هو محتاج وده مش انه صح بالذات في يعلي الحاجات الكبيره. فانا بشوف انه الاجنبي انسب، لكن الاجنبي اللي ماشي مع ضغوطك وجمهورك وهويتك وفرقتك امكانيات لعيبتك، فكل ده يدينا حاجه اصلا ما بتحصلش كتير في مصر. موافق طبعا. طب الاهلي محتاج صفقات تاني، وخصوصا ان هو داخل على بطوله مهمه زي كاس العالم انديه؟ ابجريد، بس زي ما بقول لك انت عندك الجناح اليمين، انا بشوف ان انت محتاج واحد تقيله زي مثلا كوتيسا او حد من النوعيه دي، اللي هو لعيب جامد جدا، اشول، بيقطم على جوه، بيعمل كروسات حلو، بيشوط حلو، قوي، سريع، بتاع. ده مش موجود في مصر عشان بس نبقى يعني، وده موجود بكواليتي قليله في اللعيبه اللي تقدر تجيلك، فده مهم. واشوف ان انت المساك، يعني لو عبد المنعم هيرجع لك اعاره في كاس العالم للانديه حلو، بس ما بعد كاس العالم للانديه دي قصه مختلفه. انا بشوف ان اكيد. انت كمان محتاج تابجريد المساكين. كريم، الاهلي يقدر يعمل ايه الموسم ده؟ يوصل لفين؟ الاهلي يقدر ينافس على الدوري اكيد لحد اخر نفس، ممكن ياخد الدوري عادي. الاهلي يقدر ياخد دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا السوبر وما بعد الفوز بالبطولات يعني، والسوبر المحلي او الافريقي، فالاثنين دول برضو دي لقاء من مباراة. انما بالنسبه لي الاختبار الحقيقي للفرقه دي او للسكواد ده هو كاس العالم للانديه، لانه صعب جدا. الناس مستسهله فكره انك هتلاعب فرقه من امريكا وفرقه من لا، فرق صعبه اكيد جدا برضو الكواليتي مختلف. طبعا. انت بتلعب برضو فرقه حتى لو ميسي عجز شويه، بس هو ميسي في الاخر يعني. فرقه جامده جدا وفيها لعيبه جامده جدا، وحتى الامريكان اللي فيها او المكسيكيين او بتاع ممكن ما يبقوش سوبر ستارز، بس فرقه جامده وهتلعب على ارضها. وده كمان اول ماتش، انت لسه ما دخلتش في البطوله. افتتاح. فانا بشوف انها بطوله صعبه جدا. اتمنى ان الجمهور ما يبقاش معشم نفسه زياده انه الاهلي يقدر ياخد البطوله او يقدر يتاهل بسهوله حتى من المجموعه. الموضوع مش سهل خالص. الثلاث فرق صعبين، الثلاث فرق مش سهلين خالص يعني. بالميراس وبورتو وانتر ميامي، الثلاثه اصعب من بعض، الثلاثه صعبين بجد. انت غير السكوادز، الاجواء اصلا مختلفه عليك وصعب عليك كلعيب، لان انت هتروح هناك اليوم هيتشقلب والدنيا هتبقى على ما تخش في الاجواء والجو والبطوله ونسخه جديده وافتتاح قوي، وبتلعب ميسي مش اي حد، واللعيبه مش كلها اصلا مؤهله للحجم ده او النوع ده من المنافسات. فكره ان اللعيب يلعب في كاس عالم او كاس عالم انديه او دوري ابطال اوروبا او الحاجات الكبيره قوي دي اللي بيشوفها في التلفزيون، مش اي لعيب يقدر يستحمل ده خالص. فانا ما تهيش انها مهمه سهله خالص للاهلي، انما في كل الاحوال انا بشوف ان ده الاختبار الحقيقي للاهلي السنه دي. نلعب شويه بقى. يلا. انت دايما بتسال ضيوفك عن التشكيله التاريخيه لمنتخب مصر، صح. وتقريبا انت اول واحد سال السؤال ده، وبعدين في مذيعين تانيين بقوا يسالوه تقريبا. فقول لي انت بقى تشكيله منتخب مصر التاريخيه من وجهه نظرك انت. ماشي. انا هختار لك في كل مركز لعيب والاحتياطي بتاعه. تمام. هاخد في حراسه المرمى بلا نقاش عصام الحضري. الاحتياطي بتاعه هاخد كابتن ثابت البطل. في المساكين هاخد الاساسيين ابراهيم سعيد، وجنبه وائل جمعه.
واخد الاحتياطي بتوعهم 2 بقى كورتهم حلوه قوي، هاني رمزي وهاني سعيد. بحب انا الاتنين دول. في الباك اليمين هاخد ابراهيم حسن الاساسي، والاحتياطي بتاعه احمد فتحي. طبعا. في الباك الشمال الاساسي هاخد احمد رمزي، والاحتياطي هاخد ربيع ياسين. ماشي. في نص الملعب هاخد الاتنين الاساسيين محمد شوقي وحسني عبد ربه. الاحتياطي بتاعهم هاخد احمد حسن وحسام غالي. الاتنين اللي قدامهم الاساسيين هاخد ابو تريكة وحازم امام. في الاحتياطي بتاعهم هاخد محمد بركات وعبد الستار صبري. في الاتنين المهاجمين هاخد واحد تحت واحد شوية، التسعة الصريح طبعا حسام حسن، واللي تحتيه هيبقى محمد صلاح. الاحتياطي بتاعهم احتياطي صلاح هيبقى محمد زيدان او احمد الكاس، الاتنين بالنسبة لي جامدين. والمهاجم الصريح هاخد عماد متعب وعمرو زكي. والجناحين بس كان هلعب 4-2-2-2. 4-2-2. تمام. ماشي، حلو ده. طيب مين من اللعيبه المصريين دلوقتي يقدر يحترف في اوروبا غير اللي اوريدي غير محترفين؟ اللي اوريدي هناك. اوكي. اول واحد بيجي في بالي ابراهيم عادل، لعيب صغير في السن بيتطور بسرعه جدا، كل موسم احسن من اللي قبله. يا ريت بصراحه. يقدر جدا يلعب بره. وافضل انه يلعب في دوري مش اقوى حاجه، ياخد على الاجواء في اوروبا لان هي صعبه، يتاقلم مع الحياه هناك، يفهم اللغه، يتعلم لغه. اتمنى يكون بيتعلم لغه من دلوقتي. نفسي يلعب في حاجه زي بلجيكا، هولندا، حاجات كده لذيذه. وبعدين الخطوه اللي بعدها بقى يطلع حاجه كبيره زي اسبانيا، انجلترا طبعا. يعني ابراهيم عادل من الناس المهمه جدا في الجزئيه دي. اشوف انه مصطفى شوبير يقدر يلعب بره. اشوف انه حسام عبد المجيد يقدر يلعب بره. اشوف دول اكتر اسامي. يعني ابراهيم عادل رقم 1، وبعديه يجي مصطفى شوبير، وبعديه يجي حسام عبد المجيد. كريم الجوهري ولا حسن شحاته؟ بص، الاتنين جامدين جدا. الاتنين هم احسن 2 مصريين دربوا منتخب مصر، وهم من احسن المدربين اللي جم في تاريخ مصر كده كده. لكن انا بروح للجوهري اكتر. ليه؟ اولا الجوهري اتظلم اعلاميا. يعني في تهمه كده راحت للجوهري، وهي تهمه مش مثبته في اي بطوله ولا باي حاجه خالص. هي كلمه انتشرت والناس بترددها ورا بعض، ان هو مدرب دفاعي. خالص هو مش دفاعي خالص 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 خالص. اللي بيتفرج على منتخب مصر تحديدا مع الجوهري هيعرف ان الجوهري مش مدرب دفاعي بالمره. لحد يعني مرورا بالحاجات اللي اتشافت قوي، يعني كاس العالم 90، كاس العرب 92، كاس الامم 98. دول اكتر 3 بطولات اتشافوا للجوهري، طبعا بالاضافه لوجوده مع الاهلي في الثمانينات ووجوده مع الزمالك في التسعينات. لكن دول اكتر 3 حاجات اتشافوا جدا للجوهري. في كاس العالم 90 من كلام الناس اللي كانت موجوده اصلا انه هو قال لهم انا هغير جلدي. يعني لما تقعد مع اللعيبه الكبيره اللي كانت معاه قال لهم كده: انا هغير جلدي. انا لو نزلت بلعب الكوره اللي انا بحبها قدام انجلترا وهولندا، هولندا دي اللي هي يعني كانت وقتها اعظم فرقه في العالم، انا هشيل جامد. فانا هقفل جدا وهعمل كذا وهنأمن بكذا. قال لهم انا هغير جلدي صراحه كده. كان لازم يعمل كده. كان لازم يعمل كده. طبعا كان في شويه افوره، فكره ان انا اقعد ارجع الكوره لشوبير 500 مره لحد ما غيروا القانون عشانها دي. طبعا في حاجات كانت اوفر شويه، بس في نفس الوقت اتفرج عليه بقى في 92 مع كل المنتخبات العربيه وعلى راسهم السعوديه، واتفرج عليه في 98. بص المتعه. طبعا. بص ماتش زامبيا 4-0 ده احنا عملنا فيه ايه. بص ماتش بوركينا، بص الفاينل، جمل وفاولات بتتلعب بتاكتكس من معينه. المجموعه للفاينل فعلا. وكل الفرق طايره. خلي بالك والله كل الفرق طايره، الناس مش واخده بالها. ياسر رضوان وعماره دول كانوا على طول طايرين. عبد الستار وحازم واحمد حسن ورا حسام. ادي عندك باكين و3 تحت حسام، والباقي بيدافع. تمام ماشي، بس مش بيدافعوا برضه باستماته ولا بيدافعوا يعني كله بيزيد. عادي. كله بيزيد بجد، كله بيزيد. فانا بشوف ان الجوهري
كان سابق زمنه. الجوهري اتعامل مع نجوم صعبة جدا، صعبة جدا التعامل معاها. استبعد ناس كانوا صعبين جدا برضو في التعامل، وضم ناس كانوا مفاجآت جدا في كأس العالم 90. لم يكن يهتم تماما بالإعلام ولا بالجرايد ولا بيقولوا ايه عني ولا بيقولوا اللي تقولوه، انا عارف انا بعمل ايه. كان الشخصيه راجل بتفرق. جدا. هما الاثنين شخصيات، الحق يتقال، الجوهري وحسن شحاته الاثنين شخصيات جدا. يعني انا بتكلم هجيلك في في حته حسن كابتن شحاته، جوهري. بس الجوهري انا بشوف انه سابق زمنه جدا جدا، واتعامل مع اجيال مختلفه. اتعامل مع جيل 90، ده جيل بمعلمين وبنجوم وبتاع، غير خالص جيل 98 برضه اتعامل معاهم بنفس القوه ونفس الحزم ونفس كل حاجه. فالحاجات دي كلها بلس طبعا الاهم انه اتظلم اعلاميا. اتظلم اعلاميا جدا. الناس كانت واخده عنه ان الراجل ده رجع الكره للجول واللي بيعمل خالص. هو مش كده خالص، ودي معلومه خاطئه تماما. حسن شحاته مدرب كبير جدا ونجم كوره كبير جدا، لعيب كبير من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الزمالك ومنتخب مصر، وطبعا مدرب جامد جدا. بس انا بشوف انه الجيل اللي مع حسن شحاته اللي هو 2006 2008 2010 كان جيل متكامل بمعنى الكلمه. فاز. والله يا فادي كان صح. جيل متكامل، يعني مفيش حاجه انت بتفكر فيها مش موجوده. عندك كمان تشكيله حلوه، نوعيات حلوه. يعني عندك المدافع القوي جدا واللي جنبه بتاع الكوره اللي بيبني واللي بيعمل وبتاع. عندك الباك اليمين اللي ماسك نفسه وواقف دفاعيا قوي وبتاع، وعندك الباك اليمين اللي برضو طاير وبيعمل اللي هو عايزه. عندك انا بكلمك هنا مثلا عن وائل جمعه، نوعيه وائل جمعه اللي هو اللي ما حدش بيعدي، وعندك كمان جنبه بقى اللي هو ايه، هاني سعيد وابراهيم سعيد وفتح الله والناس اللي كورتهم حلوه ماشي. واحمد فتحي وبركات. احمد فتحي وبركات، واحد ماسك نفسه جدا وقوي جدا ومحدش بيعدي منه، والتاني بركات ده هو جناح اصلا. صح. الشمال نفس الكلام، سيد معوض حدث ولا حرج، عبد الوهاب في 2006 حدث ولا حرج، وعبد الشافي في 2008 حدث، و2010 ما حدث ولا حرج. نص الملعب كل النوعيات موجوده، احمد حسن بعظمته، شوقي، حسني، حسن مصطفى. انت عندك كل حاجه، كل النوعيات موجوده بجد. حسام غالي، بجد كل النوعيات موجوده. اي ستايل لعيب عايزه موجود. طب اللي قدامهم عندك برضه يا باشا ابو تريكه وزيدان وعماد متعب واحمد حسام ميدو وعمرو زكي. ده انت بره دول كان في ناس جامده اكيد الدكه كانت عمرانه جدا جدا بمعنى الكلمه. انت كان عندك احمد عيد من حرس الحدود، واحمد عبد الغني من الحرس برضه، واحمد رؤوف من بره اصلا، واحمد بلال، وعندك ناس كتيره جدا بره، عبد الحليم علي في 2006 وحسام حسن في 2006 وجده. وعندك كميه لعيبه ونوعيات مختلفه ما عدتش على الكره المصريه. ده انا اشوف ان ده اكمل جيل جه في تاريخ الكره المصريه، ما فيهوش حاجه ناقصه بمعنى الكلمه يعني. فكابتن حسن شحاته مدرب عظيم، لكن كان معاه السلاح ده، لعيبه فايقه، نجوم كبيره، واخدين على البطولات جدا، نوعيات مختلفه، امكانيات مرعبه، بلس انا عمري ما هعرف ادير كل ده غير لو انا نجم وجامد جدا. وده حسن شحاته، شخصيه جدا طبعا. محدش يعرف يقول له بم. هتقعد. انا كان حسني عبد الربي بيحكي لي قريب في ماتش قعد حسني وابو تريكه واحمد حسن على الدكه. طب مين اللي في الملعب؟ طب انت بتقول للناس دي ازاي؟ هتقول لهم ازاي انت مش تبدا النهارده؟ ما انت برضه لازم يبقى بيحبك. اكيد. ما انا نجم انا كمان، ليه يا كابتن حسن؟ لا انا ممكن اسالك بالحب، ليه يا كابتن؟ ده انا كنت عايز العب النهارده والله، ده انا مش عارف ايه، ده انا والله عمال اذاكر في الواد اللي كان هيمسكني. خلاص خلصت. لكن في واحد تاني بقى مش عايز اذكر اسامي، لكن كان في مدربين ومدربين منتخب مصر كانوا ضعاف، ما يقدرش يقعد فلان، ما يقدرش يدي تعليمات بعنف مثلا، ما يقدرش. لكن حسن شحاته قوي جدا كشخصيه قبل الفنيات كمان، فعشان كده قدر يقود الجيل الاكمل في تاريخ الكره المصريه. لكن لو هتقارن الاثنين ببعض اروح للجوهري. كريم شكرا، والحلقه الجايه لسه عندنا اسئله كتير نسالها لك تاني. انا دايما جاهز.